في تاريخ الأمم لحظات تختبر فيها الأوطان قوة رجالها. في قلب تلك المرحلة وقف جنود الجيش الوطني الشعبي في الصفوف الأولى دفاعاً عن الوطن. لم تكن المهمة سهلة، فكل طريق كان يحمل احتمال مواجهة. كانت الجبال والغابات مسرحاً لعمليات عسكرية متواصلة. لم تكن المهمة سهلة، فكل طريق كان يحمل احتمال مواجهة. هناك كان الجنود يبحثون عن الأمن وسط طبيعة قاسية وظروف صعبة. كل خطوة في تلك الجبال كانت تحتاج إلى يقظة وحذر. الكثير من هؤلاء الجنود كانوا شباباً في بداية حياتهم. التحقوا بالخدمة العسكرية ليجدوا أنفسهم في مواجهة تحديات غير متوقعة. الليل لم يكن وقتاً للراحة، بل بداية لمهام جديدة. حماية الطرق والمنشأة الحيوية كانت جزءاً أساسياً من المهمة. لحظات الاستراحة كانت قصيرة في حياة الميدان. بعيداً عن العائلة، كانت الرسائل تحمل شيئات من الدفء. وجود الجيش كان بالنسبة لكثير من القرى رمزاً للأمان. وكان العلم الوطني دائماً حاضراً في كل مهمة. كل عملية تبدأ بالتحضير الدقيق. وأحياناً كانت الطرق تختفي داخل الضباب، لكن العيون تبقى يقظة في كل لحظة. هذه المواقع كانت خطوط الدفاع الأولى. ومع الغروب لا ينتهي الواجب، بل تبدأ مهمة جديدة في صمت الليل. فالمعركة لم تكن في الجبال فقط، بل امتدت إلى طرق ومناطق عديدة من الوطن. وفي كل مكان بقت العلم رمز الوحدة. رمت وطن يدافع عنه أبناؤه. سنوات طويلة مرت بهذه الوتيرة. سنوات مليئة بالتحديات والتضحيات. قسم الدفاع عن الجزائر مهما كانت الظروف. وهكذا استمرت المهمة عاماً بعد عام، حتى بدأت البلاد تستعيد هدوئها تدريجياً. ذاكرة رجال حملوا المسؤولية في أصعب الأوقات.